استيفاو، الولد البرازيلي الشقي اللي جاي ب 34 مليون. النهارده اول جون ليه مع تشيلسي في الدقيقه 96 علشان يكتسح بيها ليفربول وينقذ فرقته ويطلعهم 4 مراكز لقدام، ويحرم ليفربول من الصداره ويرجعهم لورا خطوه. استيفاو جاي من كاس العالم عشان يعمل الجلاشه مع ليفربول، او الكوره انصفت من يستحق. من الاخر يعني، تشيلسي احسن، تشيلسي ماسكه كوره، تشيلسي اخطر، تشيلسي بتشوط على الجون، تشيلسي بتهاجم، تشيلسي بتدافع كويس جدا وبتلعب على الهجمه المرتده. وجت في اخر ربع من الماتش بقت بتطلع بالكره من تحت، بقت بتدخل وتضغط على ليفربول من قدام. حارس ليفربول من وجهه نظري انا قبل جون استيفاو وحتى بعد جون استيفاو هو نجم ليفربول. النهارده الراجل شايل 3 اجوان من جوه جون، حتى الكره اللي دخلت فيه في الشوط الاول الهدف الاولاني الكره متشاطه من بعد نص الملعب في الزاويه في الثمانيات، فانسى بقى خلاص. الكره راحه، الراجل ما يتسالش في حاجه. وفي كره استيفاو كره ملعوبه بالعرض، محدش مغطي استيفاو لتاني مره. على فكره دي كانت تاني مره الكره دي تتعمل، وده اللي بيقول ان في مدرب قايل حاجه وفي جمله بتتعمل. من ناحيه الشمال بنلعب الكره عرضيه، ومن ناحيه اليمين حد بيقطع ويخلص. يمكن في الاول محدش قطع، وفي تاني كوره استيفاو يترجمها وحارس ليفربول نط عليها ومات عليها عشان يحاول يطلعها ولكن ما لحقش. ما يقللش من دوره خالص. ما حسيتش ان اليسون مش موجود، وان الفرقه عندها حارس احتياطي بيلعب. بالعكس كان حارس كانه اساسي جدا. فشابوه لليفربول على الحارس يعني. الفتره الجايه ممكن نشوف منه اداء كويس جدا. ستيفاو هو العريس، تشيلسي هي الاحسن واللي لعب احسن الكره تنصفه. ف شابوه 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 تشيلسي. مبروك لاحمد اخويا عشان هو بيحب تشيلسي وتشيلساوي قديم يعني. ومبروك لكل التشيلساويه، وارض لك لصلاح. صلاح اللي بيعمل رقم بالنسبه لي غريب. صلاح ل 20 يوم ما سجلش مع ليفربول. اخر مره سجل كان في 4/9، ف او 14/9، 14/9 اسف. ف 20 يوم صلاح ما بيسجلش مع ليفربول، ده رقم كبير جدا. بيعكس قد ايه ليفربول مستواها فيه مشكله. ماتش الشامبيون اللي فات بيقول ان في مشكله. المشكله فين؟ المشكله ان انت لما تجيب صفقات كتير بيبقى بياخد وقت عقبال ما يحصل انسجام. هل ليفربول هيستحمل الكلام ده؟ ازاك حتى ان انت جايبه وصبرت عليه لغايه اخر وقت في الميركاتو ودافع فيه ملايين، الراجل بعد الدقيقه 60 بتخرجه لانه مش عامل الدور اللي انتم مستنيه منه. طبعا نقول وقلنا الكلام ده في الشوط الاول ان جاجو هو نجم الشوط الاول وكان كل لاعب ليفربول لان عليه. الشوط الثاني هو اللي بيترجم الكلام ده وهو بيجيب هدف التعادل لليفربول. فشابو جاجو. مش عارف مدرب ليفربول محتاج ايه يتظبط. انا من وجهة نظري ان مفيش جملة بتتقال، مفيش لعبة بتتلعب، مفيش 2 لعيبة 3 مع بعض بيلعبوا جملة. فليفربول محتاجة تشتغل على القصة دي جامد جدا. يمكن قبل جون استيفاو كنا هنقول ان العارضة بتهزم تشيلسي وبتكسب ليفربول، بس لكل مجتهد نصيب. تشيلسي كورتين في العارضة، 3 تسديدات على الجون، 100% جون. فاستيفاو خلص الكلام و2-1 لتشيلسي. مليون مبروك، هارد لك ليفربول. الماتشة الجاية هتشيل كتير كتير كتير، وليفربول مستنيين منها أداء أحسن من كده. على الأقل على كمية النجوم والصفقات اللي اتصرفت. لو عجبك بقى المحتوى فلايك وشير وسبسكرايب ده العادي، وشجعني عشان انا بقالي كتير قوي بحاول اعمل الحاجه اللي انا بحبها، والدنيا ما كانتش بتبقى عايزه تساعد واعمل اللي انا عايزه. فانا خلاص اي ظروف انا هحاول ان شاء الله اجي عليها. انا بسجل لك النهارده بص من ممر جوه كايرو فيستيفال سيتي. كانش عندي وقت. عديت قعدت في جوه المول، قعدت اتفرجت على الماتش على موبايلي. اصريت ان انا اسجل، المايك ما كانش مشحون، تغلبت على القصه دي وشحنته وسجلت. هتلاقي حتى الفيديو اللي نزل الاول على التيك توك بتاع الشوط الاول الصوت فيه حاجه والصوت دلوقتي حاجه تانية. فلايك وشير وسبسكرايب واهم حاجه عندي سبسكرايب. لايك على الفيديو ده هيخلينا اكمل، هيخلي القناه تظهر.
خليني اعمل الحاجه اللي بقالي 6 7 سنين بحاول اعملها واوقف، احاول اعملها واوقف، ان شاء الله المره دي مش هوقف. فشجع عشان ان شاء الله اقدر ادوس بنزين وما اوقفش. سلام. ارمي ثرو.